السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي واخواتي الغاليين طلبة ثالثة ثانوي. اهلا بكم اصدقائي في اهم فيديو هينفعك قبل الامتحان. اعتبره فيديو من الكنترول. الفيديو ده هنتكلم فيه عن اهم الكلمات اللي لو انت ما ركزتش عليها مش هتنجح في الامتحان، وسامحني اني بقول لك كده. اعرف ان امتحانك كله هو امتحان بالالماني، فطبيعي عشان تقدر تحل حتى لو انت مذاكر يكون عندك حصيله كلمات. فاحنا جايبين لك اهم الكلمات اللي ممكن تقابلك بمعانيها. ركز على كل كلمه بشكلها ومعناها عشان لما تقابلك في الامتحان تستفاد منها وتلاقي الدنيا سهله وبسيطه باذن الله. بس قبل ما اقول لك ايه هي الكلمات ديت سريعا كده، عايز اعرفك ان ليالي الامتحان بتاعتنا هم عباره عن محاضرتين يا جماعه نازلين عن منصات بتاعتنا. ليالي الامتحان ديت مع الكلمات اللي انت بتسمعها دلوقتي اقسم بالله هتلاقي نفسك خلصت الامتحان في وقت قياسي، وهتلاقي الدنيا سهله وبسيطه باذن الله. وكمان ليالي الامتحان ديت الناس بتخاف منها عشان عارفين ان المده بيكون طويله. ما تقلقش، هم فيديوهين، كل فيديو ساعتين. يعني يوم الاحد بعد ما ترجع من امتحان التربيه الوطنيه والدين تريح شويه، تصحى تتفرج على الفيديو الاولاني ساعتين وتراجع الكلمات الجميله ديت وتنام شويه، وتصحى تاني يوم تعمل ايه يا عم الحاج؟ تتفرج على الفيديو التاني اللي هو برضه ساعتين، وهتلاقي الدنيا معاك سهله وبسيطه وتريح نفسك. وفي اخر اليوم الثاني الساعه 10 هتلاقينا طالعين لك على اليوتيوب بلايف في توقعات واسئله مهمه جدا جدا جدا. يعني اليومين لو استغلتهم صح ومشيت معانا صح هتلاقي الدنيا سهله وبسيطه. وبالنسبه للمحاضرتين دول يا جماعه سعرهم كانهم محاضره واحده، يعني كانك رحت حضرت محاضره واحده في سنتر، يعني سعرهم كانه ببلاش. فما تفكرش ان السعر عالي او انت هتضيع فلوسك على الفاضي. يلا بينا دلوقتي نروح نشوف ايه هي الكلمات اللي عندنا. يلا يا صديقي، سمي الله وصل على النبي، ويلا بينا نبدأ بأول جزئية معانا في الكلمات، وهي جزئية مهمة جدا 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 بنتكلم فيها على حاجة اسمها دي كوربارتايلن. كلمة كوربارتايلن اللي هي أعضاء الجسم. أنا عايزك تتعرف على أعضاء الجسم عشان دي كلمات مهمة بتقابلنا في الامتحان، ولازم تعرف إن الكلمات اللي عندنا في الألماني ليها ارتكل أو ليها أداة. فاحنا هنركز مع بعض كده واحنا شغالين إن احنا عندنا كلمات الارتكل بتاعتها اسمها دير. فأول جزئية هنتكلم عليها في أعضاء الجسم هي أعضاء الجسم اللي الأداة بتاعتها ايه؟ دير. نبدا كده من على الشمال، واول كلمه معانا هي كلمه اسمها فينجر. فينجر يعني اصبع، وخد بالك ان الكلمه دي مهمه، ساعات بتيجي بمعنى اصبع او اصابع. يعني الكلمه دي بالشكل ده ينفع تكون مفرد وينفع تكون جمع. فينجر يعني اصبع او اصابع. كلمه روكن يعني ظهر. كلمه كوبف يعني راس. كلمه اسمها موند يعني الفم اللي هو البق. وعندي كلمه اسمها فوس، وكلمه فوس يعني القدم او الرجل اللي هو وش الرجل من تحت يا شباب. ودي عليها تعبير مهم ومشهور جدا عندنا في الالماني اسمه تسوفوس. تسوفوس يعني لما اجي اقول لواحد انا هروح المكان ده ماشي، انا هروح المدرسه ماشي، هروح الدرس ماشي، اسمها تسوفوس. ساعات بيجي لك في الامتحان يجيب لك كلمه فوس ويعمل لك قبلها نقط، فانت بتختار حاجه اسمها تسو. وخد بالك من المعلومه دي عشان مهمه جدا. على اليمين باقي الكلمات اللي الارتكل بتاعتها دير. كلمه اسمها تسان يعني سنه او ضرس. كلمه اسمها هالس يعني الرقبه او الزور او الحلق. كلمه اسمها ارم يعني دراع. وكلمه اسمها باوخ، وباوخ يعني بطن. دي كده اعضاء الجسم اللي الاداه بتاعتها ايه؟ دير. نروح للجزء الثاني من اعضاء الجسم والاداه بتاعتها اسمها دس. وعندنا 4 كلمات عايزك تحفظهم. اول كلمه اسمها هار اللي هو الشعر. اوج يعني عين، ولو بقت اوجن هتبقى العينين يعني جمع. خد بالك اوجه واوجن. وعندي على اليمين كلمه اوع اللي هي اذن، وكلمه باين اللي هي الساق اللي هي الرجل. ال4 كلمات دول اداتهم دس. نيجي بعد كده لاخر جزء معانا في الكلمات اللي بتتكلم على اعضاء الجسم، وهم كلمتين بس والاداه بتاعتهم اسمها دي. كلمه اسمها هاند اللي هي اليد، وكلمه اسمها ناز اللي هي الانف او المناخير. دي كده الكلمات اللي بنتكلم بيها عن اعضاء الجسم. احفظهم وخد بالك منهم، وبالذات اول جزئيه اتكلمنا عنها اللي ادواتهم دير. نتكلم على تاني جزئيه معانا في المنهج وكلمات مهمه بنتكلم فيها على حاجه اسمها دي فيركاسميتل. كلمه فيركاسميتل يعني وسائل المواصلات. لازم تعرف وسائل المواصلات اللي عندك عشان دي بيجي عليها اسئله في الامتحان، وبالذات مع حرف جر مشهور جدا جدا عندنا اسمه مت اللي هو بيجي مع وسائل المواصلات. طيب اول حاجه زي ما انت اتعودت فوق هناخد الكلمات اللي الاداه بتاعتها دير. واول كلمه معانا على الشمال هي كلمه اسمها بوس. بوس يعني اتوبيس اللي هو الباص. كلمه تسوق كلمه مهمه جدا اللي هو القطر. وكلمه اسمها فاجن، وفاجن يعني عربيه. والثلاث كلمات اللي جايين دول عباره عن اختصارات، فركز في الحروف بتاعتهم. الكافي اللي هي شاحنه يعني عربيه نقل. ار اي اللي هي قطار الضواحي او
بيكافي اللي هي سيارة خاصة. لو قابلك كلمة من الكلمات دي اعرف ان الأداة بتاعتها دير. ولو لمحت حرف جر مت بيعمل قاعدة يا جماعة ما تنسوهاش اسمها ضطيف، شرحناها بالتفصيل في ليالي الامتحان بتاعتنا. كنا بنقول لك ايه الكلمات اللي أداتها دير لما يجي معاها حرف الجر مت بنعمل قاعدة اسمها ضطيف، فكنا بنحول دي لديم. يعني لما اجي اقول في الامتحان انا سافرت بالقطر بقول مت ديم تسوج، مت ديم بوس، سافرت بالاتوبيس، وهكذا. نفس الموضوع دوت بنطبقه على الكلمات اللي الارتكل بتاعتها ضس. وعندي كلمه غاد او فغاد اللي هي عجله او دراجه، غاد او فغاد. وكلمه تاكسي اللي هو التاكسي. وكلمه مهمه اسمها فلوجتسويج، فلوجتسويج يعني طياره. اوتوموبيل، اوتوموبيل اللي هي سياره برضه او عربيه. موتوراد، موتوراد اللي هي دراجه ناريه او موتوسيكل. بوت اللي هو مركب. اوتو هي كلمه عربيه. شيف يعني سفينه. الكلمات اللي قدام حضرتك دي كلمات عباره عن وسائل مواصلات، بس الاداه بتاعتها ايه؟ الاداه بتاعتها ضس. برضو الكلمات دي لما يجي معاها حرف جر اسمه مت بنعمل قاعده اسمها ضطيف. وقاعده الضطيف بتعمل ايه؟ كانت بتحول الديع لديم، وكمان بتحول الضص لديم. ودي القاعده وشرحها كاني قلتها لك زي ما قلت لك في المراجعه بتاعتنا. يعني لما يقابلك حاجه من وسائل المواصلات سواء دير او ضص ولقيت حرف جر مت حوله على طول الدير والضص لحاجه اسمها ديم. نيجي لاخر اداه معانا في وسائل المواصلات وهي اسمها دي. واول كلمه معانا على الشمال هي كلمه اسمها مترو، كلمة مشهورة ايتها دي مؤنث. اختها في المعنى اسمها اوبان، اوبان يعني المترو. وعندي كلمة اسمها ماشين، ماشين اللي هي طيارة. فانا عندي كلمتين بمعنى طيارة، كلمة اسمها فلوجتسويج، فلوجتسويج يعني طيارة بس اداتها ضص. وعندي كلمة اسمها ماشين برضو معناها طيارة او آلة اداتها دي. الفرق بينهم ايه بقى؟ انك لما تيجي حضرتك تقابل حرف الجر مت اللي هو بيجي مع وسائل المواصلات بتعمل قاعده ضعيف. فلما يقابلك الكلمه اللي اداتها دي او اداتها ضص بتحولها لدين. انما لما يقابلك كلمه اداتها دي ودي مؤنث بنحولها لحاجه اسمها دير. فلو عايز اقول انا سافرت او اتحركت او رحت الشغل بواسطه المترو هقول مت دا مترو، او بواسطه الطائره اللي هي كلمه ماشينه هقول مت دا ماشينه. فخد بالك من المعلومات دي. نخش بعد كده على نقطه جديده ومهمه جدا 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 بنتكلم فيها على الكلايدونج. كلايدونج يعني الملابس. زي ما اتعودت فوق بنقسم الكلمات حسب الاداه بتاعتها، واول جزئيه معانا هي الكلمات اللي الارتكل او الاداه بتاعتها دير. واول كلمه معانا هي كلمه بلوفر، بلوفر اللي هو البلوفر. كلمه جورتل، جورتل اللي هو حزام. كفر، كفر يعني حقيبة أو شنطة. كلمة مهمة جدا اسمها أنسوج، أنسوج، أنسوج يعني بدلة. كلمة اسمها شو، شو يعني حذاء. وخد بالك هي ما بيجيش كده في الامتحان، بتيجي اسمها شو. كلمة شو معناها أحذية فبتبقى جمع يعني أداتها دي. فلو أنت عايز تعرف إيه الحروف اللي ساعات بتبقى بعد الكلمة ده الجمع بتاعها. فكلمة شو يعني أحذية أداتها دي، دي بتاعة الجمع عشان إحنا عندنا دي نوعين، في دي مؤنث ودي جمع. كلمة شو بس يعني حذاء يعني كأنها فردة واحدة أو جوز واحد فأداتها دير. انما لو قلت لك شو فدي معناها احذيه فأداتها دي. نيجي على اليمين نكمل باقي الادوات اللي او الكلمات اللي اداتها دير. كلمه مانتل اللي هو معطف او بالطو عشان تبقى عارف معناها. وكلمه روكزاك، روكزاك يعني حقيبه ظهر. كلمه شارم، شارم يعني شمسيه. وكلمه روك، روك يعني جيبه. نيجي بعد كده للملابس اللي اداتها ضص ونبدا من على الشمال. كلمه مشهوره جدا 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 اسمها همد، همد يعني القميص. وكلمة كلايد يعني فستان. كلمة تي شيرت يعني اللي هو تي شيرت هي تضاس. وعندي كلمة مزودينها مالهاش علاقة بالملابس بس الكلمة بالنسبة لي بتكون مهمة ساعات اسمها فايرتسويج، فايرتسويج اللي هي الولاعة، فايرتسويج يعني ولاعة. نيجي بعد كده نتكلم على اخر جزء في الملابس وهي الكلمات اللي الاداه بتاعتها دي. وخد بالك في كلمات هتقابلك هي ما تخصش الملابس بس انا حاططها معاهم كلمات مهمه برضو اداتها ايه دي. بسم الله. اول كلمه معانا كلمه اسمها كلايدونج اللي هي اصلا معناها ملابس. تاني كلمة بلوزة، بلوزة اللي هي البلوزة. كلمة هوزة، هوزة يعني بنطلون. مود اللي هي الموضة. ياك اللي هي جاكيت، ياك. كلمة تاش يعني شنطة. هتلاحظ ايه بقى؟ ان الكلمات اللي اداتها دي
بتنتهي غالبا بحرف الاي اللي هو حرف الاي في الانجليش، فهتلاقي الموضوع سهل انت توصل له. فغالبا الكلمات التي تنتهي بحرف الاي في الالماني اللي هو حرف الاي اداتها دي. وفي معلومه كانت مشهوره جدا، غالبا الكلمات اللي تنتهي بحرف الاي اداتها دي مؤنث، او الكلمات اللي تنتهي باونج اللي هي او ان جي زي كلمه كلايدونج اداتها دي مؤنث، او غالبا الكلمات اللي تنتهي بالاي ان اللي هي اي ان اداتها دي مؤنث. طيب نخش على العمود اللي في النص، كلمه زوكا، زوكا اللي هو شراب، زاندال، زاندال اللي هو صندل، كلمة فارب يعني لون، جروس مقاس، كرافات، كرافات اللي هي كرافاتا، فاغن. كلمة فاغن دي يا شباب عليها معلومتين. كلمة فاغن ساعات بتيجي فيرب فعل، بيكون الحرف الأولاني كلاين اللي هو بمعنى كان الماضي بتاع فعل زين، وبتيجي ساعات الحرف الأولاني جروز زي ما هي كده وبيكون معناها بضائع، بنعملها معاملة جمع، فتقريبا بنحط جنبها زند، زند ده تصريف فعل زين بس في حالة الجمع. فاغن ليها معنيين، الحرف الأولاني لو صغير معناها كان الماضي بتاع زين يكون، ولو الحرف الاولاني جروس بيكون معناها بضائع. نيجي على اليمين لاخر عمود معانا كلمه اسمها دروجري، دروجري او دروجري هي معناها محل مستحضرات تجميل، وطالما اتكلمنا عن محل مستحضرات تجميل هنتكلم على الكوزميتك اللي هي ادوات التجميل نفسها، وكمان بنتكلم على كلمه جينز اللي هي برضو كلمه مهمه بتدل على الملابس. وخد بالك انا عامل لك جنبها البي ال ده يا شباب، معناها ان الكلمه دي بلورال يعني كلمه جمع. دي كده كل الكلمات اللي عندنا ممكن تخص الملابس وعليها شويه كلمات زياده. دلوقتي بقى هنتنقل لنوع تاني من الكلمات برضو ليها ادوات بس كلمات مهمه، ركز معايا عليها وصلي على النبي ويلا بينا. الجزء اللي هنشتغل عليه دلوقتي من الكلمات هو جزء مهم وممكن تحس ان الكلمات بتاعته كتير، يعني انا مقسم لك مثلا اول جزئيه هنتكلم عليها برضه هي كلمات الاداه بتاعتها دير، والكلمات دي ممكن تكون كتير شويه بس خد بالك من الكلمات اللي انا بعلم لك عليها، لو في كلمه عملت لك عليها دايره احفظها عندك بشكلها عشان دي كلمه مهمه. بسم الله، الكلمات اللي قدامنا دي كلها اداتها ايه؟ اداتها دير، وهي كلمات قديمه وعلى كلمات جديده، فركز معايا كده وصل على النبي. اول كلمه هي كلمه مهمه اكتبها عندك اسمها تشنيكار، يعني فني تصليح، الراجل اللي بيصلح الحاجات، وتحتها اختها كلمه مهمه اسمها اوبتيكار وده فني النظارات، الراجل اللي بيصلح النظارات. فخد بالك من كلمه تشنيكار وكلمه اوبتيكار، تشنيكار واوبتيكار معناه فني تصليح اي اجهزه، وفني نظارات يعني اللي بيعمل النظارات، ودول اياتهم دير. عندك كلمتين عكس بعض، كلمه اسمها ابسندر اللي هو الراسل المرسل اللي هو ايه؟ الراسل اللي باعت، وكلمه اسمها امفينجر يعني مرسل اليه. والكلمتين دول مهمين جدا ليه؟ ساعات في القطعه بيجي له القطعه في الامتحان على شكل ايميل، يعني بيكون في واحد باعت وواحد مبعوت له، في راسل وفي مرسل اليه، بتلاقي دايما اللي باعت اسمه تحت واللي مبعوت له اسمه فوق. فلو سالك على اللي باعت اللي هو الراسل بيجيب لك في الجمله اب سنتر، تختار الاسم اللي فين؟ اللي تحت خالص. لو سالك على المرسل اليه اللي هو الام فينجر تختار الاسم ايه؟ الاسم اللي فوق. طيب الكلمة اللي جاية كلمة اسمها ترمين، كلمة ترمين يعني موعد. طيب وعندي كلمة اسمها ابفلوج، ابفلوج يعني الاقلاع، بتكلم على اقلاع الطائرة، الطيارة هتقلع هتتحرك. كلمة اسمها ابرات، ابرات يعني جهاز. كلمتين بنفس المعنى، كلمة بروف وظيفة وكلمة جوب. كلمة جروس، جروس اللي هي التحية، وكلمة اسمها جروند، جروند يعني سبب، سبب. كلمة اسمها انروف، انروف يعني مكالمة هاتفية. وعندي كلمة اسمها انروف بانتفورتر، ده اسمه جهاز رد آلي زي جهاز الاسئله كده، انروف بانتفورتر. ده كده العمود الاول. نيجي للعمود اللي في النص، اول كلمتين بنفس المعنى، كلمه كيلنر اللي هو الجرسون وكلمه اوبر اللي هو الجرسون. وعلى فكره كلمه اوبر دي لو عكسنا البي كده هتبقى معناها الاوبرا، فخد بالك منها، واداتها هتبقى اسمها دي هناخدها كمان شويه، كيلنر واوبر. فوخنتاج يعني بتكلم على يوم من ايام الاسبوع. فيغيزور، فيغيزور اللي هو الحلاق او الكوافير. تريف بونكت، تريف بونكت يعني مكان اللقاء، المكان اللي هنتقابل فيه. وكلمه اسمها شميرتس يعني الم، ولو زودنا عليها الايه تبقى شميرتسن يعني الام. وعندي كلمه مشهوره اسمها كوندن دينست، كوندن دينست يعني خدمه العملاء، وساعات بيكون اسمها كوندن سيرفيس خدمه العملاء. وعندي كلمتين نفس المعنى، كلمه اسمها دكتور اللي هو الدكتور، كلمه ارتست اللي هو الطبيب اللي هو برضه دكتور، دكتور وارتست. وعندي كلمه اسمها كوند، كوند يعني الزبون او العميل. وكلمه اسمها ايمان، ايمان يعني الزوج. وفي كلمه ثانيه اسمها ايه فراو يعني الزوجه. وعندي كلمه مشهوره بسم الله اسمها اجفا فيتنس كورس، اجفا فيتنس كورس، كورس لياقه بدنيه مائيه، يعني بتتعلم كده او حاجه في الميه لياقه بدنيه، اجفا فيتنس كورس. نيجي للجزء اللي على اليمين، اول كلمه اسمها شيف، وشيف يعني المدير مش الشيف. كلمه اسمها بلايشتيفت يعني قلم رصاص. كلمه اسمها جلوك فونش، جلوك فونش يعني تهنئه.
كلمة اسمها روكروف. روكروف يعني معاودة الاتصال، حد هيرجع يتصل بيك تاني. شتات بلان. شتات بلان يعني خريطة المدينة. فون غاوم. فون غاوم يعني سكن. ريكورد يعني رقم قياسي. كلمة اسمها فيج، وكلمة مهمة جدا جدا جدا، معناها طريق. وخد بالك ان كلمة فيج دي لو حرف الفي اللي هو حرف الدبليو جه سمول بتيجي بمعنى ان في شيء مفقود او حاجة ضايعة، او لو انا كنت تعبان التعب ده خف. اجي اقول لك ايه؟ دي شميرتسن زند فيج، الالم زند فيج يعني خف. او مثلا دي تاشا استفيج، الشنطه ضاعت. فانا بتكلم معاك هنا على كلمه فيج، لو الحرف الاولاني جروس كبير معناها طريق، غير كده معناها ان الحاجه ضاعت او الالم خف. كلمه اسمها جيبورتستاج يعني يوم ميلاد او عيد الميلاد. تايل نيمر. تايل نيمر يعني واحد مشترك. الكلمه اللي جايه دي اسمها انشلوس. انشلوس يعني توصيله. فار بلان يعني جدول مواعيد سفر او خطه للسفر. دي كده جزئيه من الكلمات الاداه بتاعتها اسمها دير. هنتنقل على جزئيه مشابهه ليها بس الاداه بتاعتها اسمها داس، وهنبدا من على الشمال كده. اول كلمه اسمها فوير. فوير يعني نار. بروبليم اللي هي معناها مشكله. عندي كلمه اسمها جاست هاوس. جاست هاوس يعني منزل ضيافه. جاست هاوس الاملاوت ده مش موجود، المفروض ده بيكون في الجمع. اسمها جاست هاوس يعني منزل للضيافه. كلمه اسمها تيكت اللي هي تذكره. وكلمه فلوج تيكت لو زودنا كلمه فلوج اسمها تذكره طيران. فلوج تيكت. داتوم وداتن. داتوم تاريخ، داتن تواريخ، يعني الكلمه الجمع بتاعتها كلمه موديل، موديل او نموذج. والكلمه اللي جايه اسمها اوبر جيشوس. خد بالك من الكلمه دي مشهوره، بيجي لو انا في كاوف هاوس. كاوف هاوس يعني متجر او مول كده، بقول لك انت في الطابق العلوي، اسمها اوبر جيشوس. على فكره مشهوره جدا، بيجي قبلها حرف جر اسمه ام. ام اوبر جيشوس يعني في الطابق العلوي. نبدا العمود اللي جاي بس من تحت عشان اقارنها بكلمه تانية اسمها ارد جيشوس يعني الطابق الارضي. لو انا فوق هقول اوبر جيشوس، لو انا تحت هقول ارد جيشوس، والاثنين بيجي معاهم ام. وفي اختهم في المعنى، بدل كلمه اوبر وبدل كلمه ارد ممكن نحط حاجه اسمها اونتار جيشوس. كلمة اونتار جيشوس دي معناها البدروم، الطابق اللي تحت الارضي. يبقى لو قلت لك ارد جيشوس دور ارضي، اونتار جيشوس تحت الارضي، اوبر جيشوس فوق الارضي اللي هو العلوي، وكلهم بيجي قبلهم حرف جر اسمه ام. الكلمة اللي فوقيها اسمها فوخن اند اللي هي نهاية الاسبوع او الويك اند. ليبنسيار. ليبنسيار يعني سنة من العمر. جريل فيست. جريل فيست يعني حفل شوي. شلوس ليها معنيين، ممكن تجيب معنى القفل اللي بنقفل بيه او معنى قصر. جشنك يعني هديه. كلمه دينج يعني شيء. فون دي بيرو. فون دي بيرو يعني مكتب مفقودات، مكتب بندور فيه على الحاجات الضايعه. وكلمه اسمها غايز بيرو اللي هو مكتب سياحه. كلمه اسمها انجبوت، وساعات بتيجي اسمها زوندا انجبوت. انجبوت او زوندر انجبوت يعني عرض او خصومات. زيمينار. زيمينار يعني ندوه او حلقه. فايناختن اللي هو عيد الكريسماس. بفندن الحال، بتكلم عن حال الشخص. كلمه مهمه اسمها فيبر. فيبر يعني حمى. دوبل بيت سرير او اوضه فيها سريرين. دوبل بيت. وعندي كلمه اسمها فركارس شيلد. فركارس شيلد اللي هي لافته مرور، اللي هي علامه مرور او اشاره مرور، علامه مرور اسمها فركارس شيلد. نيجي بعد كده لكلمات مشهوره اداتها دي، واول كلمه معانا على الشمال كلمه اسمها دام يعني سيده. كلمه اسمها بريف مارك يعني طابع بريد. باند اللي هي فرقه غنائيه. جايج يعني كمانجا. اوس كونفنت وان كونفنت. اوس كونفنت معناها معلومه، بتساوي كلمه انفورماسيون اللي هي انفورميشن. اوس كونفنت. انما ان كونفنت معناها الوصول، بسال هنا على ميعاد وصول حاجه، وصول العربيه، وصول الطياره، وصول الاتوبيس، وصول القطر، اسمها ان كونفنت. فار كارت. فار كارت يعني بطاقه سفر، مش بطاقه سفر، اسمها تذكره سفر بقى. تذكره سفر عشان تبقى واضحه لك اكتر. تذكره سفر. طيب نخش في العمود اللي في النص. عندي كلمه اسمها مارك يعني الماركه او العلامه. شوكولاد اللي هي شوكولاته. كلمه تابلت معناها كورس. كورس ده اللي هو كورس برشام، مش يعني مثلا البرشام اللي بناخدها علاج. وعندي كلمه اسمها ميديسين برضو معناها علاج او دواء. وعندي كلمه اسمها براكسس يعني عياده. وكلمه اسمها تغابي. وكلمه تغابي يعني علاج، وده علاج احنا بنعمله. هنتكلم كمان شويه على انواع او حاجات من انواع العلاج. حاجه اسمها غايت تغابي وليشت تغابي اللي هو علاج بركوب الخيل او علاج بالضوء. فهنا في علاج نوعين، في علاج بناخده زي ميديسين وتابلت، وكلمه اسمها ميديكامنت ده علاج بناخده بنستخدم معاه فعل اسمه نيمن. فعل اسمه نيمن معناه
ياخذ فعل مشهور جدا هنتكلم عنه كمان شويه، معناه ياخذ. انما التغابي ده علاج احنا بنعمله، بنستخدم معاه فعل اسمه ماخن. ماخن يعني يفعل او يعمل او يقوم به. بسم الله، يفعل او يعمل او يقوم به. عندي كلمه اسمها دورش زاج. دورش زاج يعني اذاعه داخليه او صوتيه لمكان، زي مثلا الاذاعه اللي بنسمعها في المترو، الاذاعه اللي بنسمعها في المطار، حد بيتكلم في ميكروفون. كلمه اسمها موضه اللي هي الموضه. ايه فراو قلنا من شويه في ايه مان زوج، ايه فراو زوجه. مساج اللي هو المساج. اك اللي هي الناصيه. ريبراتور، ريبراتور اللي هو التصليح، كلمه مهمه جدا جدا جدا. كلمه كاس اللي هي خزنه او خزينه. كلمه اسمها بريل او بريل اللي هي نظاره. كده انا قلت لك كلمات مشهوره اداتها دير وداس ودي. يلا بينا نروح نكمل باقي الكلمات وصلي على النبي. الجزء اللي هنتكلم عنه دلوقتي من الكلمات هو جزء عبارة عن كلمات بتيجي مع حروف جر واغلبتها هتكون اماكن، فعايزك تركز معايا في كل عمود من الكلمات ديت. العمود اللي على الشمال زي ما انت شايف حضرتك مكتوب فوقيه دير، العمود اللي في النص مكتوب فوقيه داس، العمود اللي على اليمين مكتوب فوقيه دي. نبدأ مع بعض كده. دي كلمات مشهورة، كلمات مشهورة. اول كلمة على الشمال وهي كلمة مهمة واللي تحتها مهمة جدا جدا، كلمة اسمها فلوج هافن. اسمها ايه؟ فلوج هافن يعني مطار. كلمة فلوج هافن يعني مطار. وكلمة اسمها بانهوف، بانهوف يعني محطة القطار. وكلمتين عكس بعض، كلمة اسمها اينجانج واوسجانج مدخل ومخرج. وكلمة اسمها بانشتايج يعني رصيف القطار او محطة الرصيف بتاع المحطة اللي الركاب بيقفوا عليه اسمه بانشتايج. كلمة اسمها كيوسك، كيوسك اللي هو الكشك. وكلمة اسمها شالتر، شالتر يعني الشباك اللي بنشتري منه التذاكر. كلمة اسمها دوم يعني الكاتدرائية اللي هي الكنيسة الكبيرة. كلمة اسمها شتول يعني كرسي. وكلمة اسمها زيسل برضو معناها كرسي، بس هنا الفرق بينهم، ده الكرسي العادي اللي احنا بنقعد عليه خشب او الحديد، انما زيسل هو الكرسي زي بتاع الانتريه كده، الكراسي الكبيرة دي. وكلمة اسمها تيش يعني ترابيزة. كلمة اسمها شرانك، شرانك يعني دولاب. وعندي كلمة اسمها بارك بلاتس، بارك بلاتس اللي هو منتزه او مكان انتظار. كلوب، كلوب يعني نادي. كلمة اسمها جارتن يعني حديقة. وكلمة اسمها لادن يعني متجر أو محل، لادن. وكلمة ماركت يعني سوق. وكلمة هوف يعني فناء يعني حتة واسعة زي حوش. في تكملة الكلمات دي تحت نكملها معلش. كلمة باوم يعني شجرة. كلمة اسمها فار كارتن اوتومات، فار كارتن اوتومات يعني مكنة او آلة بتبيع فيها التذاكر، حاجة آلية كده، مكنة بيع تذاكر. وكلمة اسمها امبس، وده مطعم وجبات سريعة زي مطعم تيك اواي، وده بيكون موجود في محطة القطار او في محطة او في المطار، بنشتري منه وجبات سريعة. كده ده العمود اللي كان على الشمال كله بتكملة الكلمات بتاعته اللي اداتها دير. العمود اللي في النص يا صديقي المحترم بيبدأ بكلمة اسمها باد. كلمة باد يعني حمام. وعندي كلمة اسمها جلايس، جلايس يعني رصيف قطار اللي هو قصدي بيه قضبان، القضبان بتاعت ايه؟ بتاعت القطر. وكلمه اسمها بيرو يعني مكتب. وكلمه اسمها جشيفت. على فكره كلمه جشيفت بتساوي كلمه لادن اللي لسه قلناها من شويه، لادن يعني محل او متجر، وكلمه جشيفت برضو معناها محل او متجر، اللي بيختلفوا عن بعض في الاداه، يعني هنا كانت دير وهنا داس. وعندي كلمه اسمها هاوس، هاوس يعني بيت. وعندي كلمه اسمها كرانكن هاوس، وكلمه كرانكن هاوس نترجمها احنا مع بعض معناها مستشفى. اسمها ايه؟ مستشفى. هاوس يعني بيت وكرانكن هاوس يعني مستشفى. كلمه كينو سينما، تياتر يعني مسرح. وكلمه موزويم، موزويم يعني متحف، موزين يعني متاحف، ده الجمع بتاعها. كلمه بيت يعني سرير. كلمه كافيه اللي هو القهوه. زوفا اللي هي كنبه. تليفون اللي هو التليفون. كلمة اسمها فورتربوخ أو كلمة اسمها جلوسار. فورتربوخ قاموس وجلوسار برضو قاموس. شتاديون، شتاديون اللي هو استاد. شتاديون. انستيتوت، انستيتوت يعني معهد. وكلمة اسمها هوتيل يعني فندق، تكملة الكلمات بتاعتها. كلمة اسمها ريستورانت اللي هو مطعم. وكلمة اسمها ستوديو اللي هو الاستوديو. فخد بالك من الكلمات دي. واخر كلمة قالتها ضص معانا اسمها شتاتت سنتروم، شتاتت سنتروم يعني مركز المدينة او وسط المدينة. نيجي مع بعض لاخر كلمات معانا اداة
اداتها دي كلمه اسمها شتراس يعني شارع، ابوتيك يعني صيدليه، كلمه اسمها شول يعني مدرسه، كلاس يعني فصل، كلمه اسمها بروك يعني الكوبري، كلمه اسمها زايت. كلمه زايت بتيجي بمعنى جانب، ناحيه يعني جانب الايمن او الجانب الايسر، وبتيجي بمعنى صفحه. زايت. شتات مت يعني وسط المدينه او مركز المدينه، زي شتات سنتروم، بس الفرق بينهم ان دي داس ودي اداتها دي. شتاتسيون يعني محطة. أقول لك مثلا أوبان شتاتسيون، خدنا من شوية كلمة اسمها أوبان يعني مترو، أوبان شتاتسيون يعني محطة المترو. بيكاغاي يعني مخبز. بوليتساي مركز الشرطة. بانك اللي هو البنك. بوست اللي هي مكتب البريد او البوسطه. اوني اللي هي اونيفرسيتيت اللي هي جامعه. امبل يعني اشاره مرور. ديسكو اللي هو ديسكو. اربايت يعني العمل او الشغل. 3 دول مشهورين جدا، دولة اسمها شفايتس اللي هي سويسرا، دولة توركاي اللي هي تركيا، وعندي USA الولايات المتحدة الامريكية، وعامل لك جنبها العلامة دي، فدي معناها ان الكلمة دي عبارة عن اداتها دي جمع. كلمة اسمها نيدرلاند برضو اداتها دي جمع اللي هي هولندا، نيدرلاند برضو اداتها دي جمع، فانا عندي 3 دول كده بقوا 4 بهولندا. كلمة اسمها بيبلوتيك او بوخ هاندلونج. بيبليوتيك او بوخ هاندلونج معناها مكتبه. وعندي كلمه مشهوره اسمها بوس هالتشتله. بوس هالتشتله يعني محطه اتوبيس. كده احنا خلصنا مع بعض كل الكلمات المشهوره وبزياده، وفي كلمات انا علمت لك عليها وفي كلمات علقت عليها، فخد بالك منها. يلا بينا نتجه لحته تانية في الكلمات، وهي الافعال المهمه اللي عندنا في الالماني. يلا بينا. أول جزئية هنتكلم عليها في الأفعال المهمة هي أفعال بتخص معلومة لسه واخدينها من شوية كانت في الكلمات اللي هاتها دير، هي كلمة اسمها ترمين. كلمة ترمين يعني موعد. لما أجي أتكلم على الموعد أنا محتاج أعرف أفعال معينة مشهورة، ده سؤال ثابت في الامتحان يا جماعة فخدوا بالكم منه. عندي كلمة اسمها فيراينبارن. لو أنا قلت لك فعل فيراينبارن ده معناه إيه؟ معناه يحدد أو يتفق على ميعاد. طب أنا عايز أعرف إن الجملة دي فيها اتفاق أو تحديد ميعاد، أعمل إيه؟ تلاقي الجملة فيها فعل اسمه براوخن. براوخن يعني يحتاج، انا محتاج ميعاد. او بتتكلم عن شيء درينجن، شيء عاجل او ضروري فانت محتاج ميعاد. او بتقول للشخص فور باي كومن. فور باي كومن يعني اعدى عليك. لو لقيت تعبير من الثلاثه دول يبقى انت فير اينباغن عايز تحدد ميعاد. طيب الجمله لو بتعمل فيها اندرن، كلمه اندرن في هنا املاوت، اندرن يعني يغير. وطالما يغير ميعاد غالبا اصل تغيير الميعاد ده فيه حاجتين، يا اما اصل تغيير الميعاد ده فيه حاجتين، يا اما تقديم يا اما تاخير. فانا دلوقتي هربطها بس بمعلومه سريعه كده بتيجي في الامتحانات مشهوره. لو انا قلت كلمه اندرن يغير ميعاد هربطها بفعل مشهور اسمه فاشيبن اوف. فاشيبن، خد بالك هنا فير اينبارن وهنا فاشيبن اوف. كلمه فاشيبن اوف دي معناها يؤجل ميعاد، اغير ميعاد، فانا غالبا هاجل ميعاد، يعني انا محتاج اندغي ترمين يعني مواعيد اخرى. طيب مواعيد اخرى زي مثلا بقول له ايه في اس اس ميت هويت ابند، ايه رايك في النهارده مساء؟ يعني مش هينفع اجي الصبح، ممكن اجي بالليل، فانا كده محتاج مواعيد اخرى. يبقى انا لو لقيت كلمه اسمها اندر ممكن اربطها بكلمه اسمها فيرشيبن اوف، يغير ميعاد، غالبا هيكون تاجيل. معلومه مهمه جدا لازم تعرفها عن المواعيد، لو حد عرض عليك ميعاد وانت موافق عليه ده اسمه تعبير اسمه تسوزاجن. تسوزاجن بمعنى يوافق. انما لو انت عندك ميعاد وعايز تلغيه، وده اشهر تعبير عندنا اسمه ابزاجن. تسوزاجن يوافق، عايز يلغي الميعاد اسمه ابزاجن. ودي كانت جزئيه مهمه جدا 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 بنتكلم فيها عن افعال المواعيد. يلا بينا نكمل. دلوقتي هنواصل كلامنا على الافعال. انا جايب لك زي مجموعه افعال كده، الافعال دي سمي الله كده وصلي على النبي، هي عباره عن جزئيه افعال شامله اولى وثانيه وثالثه، بحيث انك وانت بتقرا القطعه تبقى عارف شويه معلومات. هي صفحه هتلاقي الدنيا فيها سهله وبسيطه، وهتلاقي فيها افعال كتير انت عارفها حتى لو انت ما بتذاكرش. طيب اول فعل معانا هو فعل اسمه ليبن. ليبن يعني يحب. وعندي فعل اسمه اربايتن يعني يعمل. بيجي معاه حرف جر اسمه ألس. ألس هنا جاي بمعنى كا، يعمل كا. أول ما أقول لك يعمل كا يبقى ألس ده بيجي بعده وظيفة، على عكس إن ساعات بيجي بعد فعل أربايتن حرف جر اسمه باي، يعمل لدى. وهنا بقول لك بعد باي يجي اسم الشركة، يعني لو قلت لك إيش أربايت باي يبقى أنا عايز اسم شركة زي مثلا فودافون، سامسونج، أيا كان. يبقى أربايتن باي بيجي بمعنى لدى، يعمل لدى وبيجي بعده اسم شركه. اربايتن ألس يعمل كا وبيجي بعده وظيفه. وساعات يجي لي اربايتن ان يعمل فيه، وهنا يجي العنوان المدينه او الدوله. عندي تعبير خدناه في ثانيه ثانوي اسمه اس شاينت.
اس شاينت معنى الشمس تشرق او تسطع الشمس، عشان كمان شويه هناخد تعبير شبيه ليه وهنقارنهم ببعض. عندي فعل اسمه براوخن لسه قايلين عليه بمعنى يحتاج، فعل فارتن بمعنى ينتظر، فعلين فعل اسمه ميتن وفعل اسمه فيرميتن. ميتن يستاجر يا جماعه يعني حد بيأجر حاجه لنفسه عشان يعيش فيها، انا هأجر شقه عشان اعيش فيها. انما فيرميتن يعني يؤجر لحد، انا صاحب البيت وهأجره لحد. فعل فاردن بمعنى يصبح. عندي فعل اندن بمعنى ينهي او ينتهي، برضه ساعات بيجي بشكل باندن بمعنى ينهي او ينتهي. وعندي فعل مشهور اسمه فندن بمعنى يجد، وده بيعمل قاعده اسمها اكوزاتيف وبنعبر بيه عن الراي، الماينونج يعني الراي. ففعل فندن فعل مشهور مهم جدا عندنا في المنهج، بيعمل قاعده اكوزاتيف وبنستخدمه للتعبير عن الراي. عندي فعل اسمه بيتن بمعنى يطلب، بيطلب من حد حاجه او بيرجو من حد شيء. بيت يعني لو سمحت او من فضلك. عندي فعل اسمه ليبن. ليبن يعني يعيش، زي فونن يسكن، انا عايش مثلا في القاهره، هي انا ساكن في القاهره. خد بالك ليبن، واول فعل اسمه ليبن فوق يحب، ده معناه يعيش. عندي فعل اسمه فيركاوفن. فيركاوفن يعني يبيع، وجاي منها كلمه اسمها فيركويفر يعني البائع. فيركاوفن وفيركويفر. عندي فعل اسمه اونترزوخن. اونترزوخن يعني يفحص او يكشف، الدكتور بيفحص حد او بيكشف على حد. العمود اللي في النص عندي اول كلمه اسمها شليسن. شليسن يعني يغلق، وعكسه فعل اسمه öffnen. öffnen يعني يفتح، يبقى شليسن يقفل وöffnen يعني يفتح. وعندي فعل هوستن يعني كح. تانسن يعني يرقص. لو هتكلم على المطر عايز اقول الدنيا بتمطر اسمها اس غيجنت. اس غيجنت يعني يتمطر. فعل مهم جدا او تركيبه مهمه اسمها اس جيبت. اس جيبت بمعنى يوجد وبتعمل قاعده اسمها اكوزاتيف. فعل زوخن يعني يبحث عن حاجه. فعل كاوفن يعني يشتري. فعل شيكن يعني يرسل يعني يبعت. فعل جوجن يعني يجري بس خفيف كده رياضه. فعل هايغاتن يتزوج، وجاي منها كلمه اسمها هوخت سايت يعني الزواج او حفل الزفاف نفسه. وعندي فعل اسمه بيكومن. بيكومن يعني يحصل على. وعندي فعل اسمه ريباريرن. ريباريرن يعني يصلح، وجاي منها كلمة ريبراتور التصليح. وعندي فعل اسمه فانكوتسنيرن. فانكوتسنيرن يعني شغال، بيجي معاه دايما حاجة اسمها نشت. نشت يعني حاجة مش شغالة، يعمل يعني جهاز يعمل يعني جهاز شغال. نشت فانكوتسنيرن يعني حاجة مش شغالة، ودي بتساوي عندنا في المنهج كلمة اسمها كابوت. لو لمحت كلمة كابوت اعرف ان الحاجة بايظة، وكلمة بايظة ليها تعبيرين، يا اما اقول لك نشت فانكوتسنيرن يعني مش شغالة لا تعمل، او اقول لك كابوت. وعندي فعل اسمه بيزوخن او فعل اسمه بيزيشتجن يتفقد او يزور. بيزوخن او بيزيشتجن. نيجي للعمود اللي على اليمين بسم الله. عندي فعل اسمه ليجن بمعنى تقع او يقع. فعل زيتسن بمعنى يجلس. اس شنايت. خد بالك بقى، خدنا من شويه شايند وشنايت، حرف الان هنا كان قبل التي كان في الاخر، وهنا اسمها شنايت. هنا الدنيا بتنزل تلج، انما هنا الشمس مشرقه، فخد بالك من التعبير. بتسالن يعني يدفع او يحاسب. فعل زاجن يعني يقول. فعل فراجن يعني يسال. فعل فريشتوكن. فريشتوكن يعني يفطر. فايرن يعني يحتفل. فعل كوستن المشهور اللي بستخدمه لما اتكلم على البغايس اللي هو السعر او التكلفه. وفعل ايبرناختن. ايبرناختن يعني يبات، وده بنستخدمه نيجي نتكلم على الهوتيل اللي هو الفندق. وعندي فعلين يعتبر نفس المعنى، فعل كينن وفعل فيسن. وفيسن مشهور تصريفه اسمه فايس بمعنى يعرف. وعندي كلمه شبورت الرياضه، ممكن استخدم يمارس الرياضه بشكلين، اقول شبورت يجي مع فعل اسمه تغايبن يمارس، او فعل ماخن. وعندي كلمتين شبه بعض في المعنى، كلمه اسمها بوخن يحجز، وكلمه اسمها ريزرفيرن برضو معناها يحجز. وعندي كلمه اسمها شتوديرن. شتوديرن يعني يدرس. وعندي جاي منها كلمه اسمها شتوديوم يعني الدراسه. دي يا جماعه افعال مهمه جدا جدا جدا، عايزكم تخلوا بالكم منهم، عشان في كام جزء تاني في الافعال حاجه بسيطه هعرفهم لكم، وبكده هنتنقل على اخر جزئيه معانا، شويه حاجات اسمها فرشيدنس، عباره عن صفه او ظرف زمان او حال، كلمات بسيطه بس بتكون مفتاح اجابات. يلا بينا. الجزئيه اللي هتكلم معاكم عليها دلوقتي في الافعال هو برضه سؤال مشهور زي افعال المواعيد كده. في عندي تركيبه جميله جدا يا جماعه بنستخدمها في الامتحان. عندي فعل اسمه ماخن، ماشي ركز معايا كده وصلي على النبي. فعل ماخن ده بيجي معاه مقطعين مشهورين، وليكن مثلا عندي اوف ماخن وعندي تسو ماخن، تمام؟ وهنكتب ماخن تاني، هنروح كاتبين ماخن مره تانيه
وهنطلع منه برضو نفس الفكرة شرطتين، بس بدل ما هنكتب هنا كتبنا auf und zu، هنا هنكتب حاجة اسمها an وaus. خد بالك من التعبيرات دي عشان مشهورة يا جماعة. ركزوا معايا، سيبك من machen دلوقتي، ركز معايا على auf und zu وركز معايا على an وaus. انا لو جيت دلوقتي ترجمت معاك كلمة aufmachen وقلت لك قول لي معناها ايه، هتقول لي كده aufmachen بمعنى يفتح، aufmachen بمعنى يفتح، عكسها zumachen بمعنى يقفل. تمام يا عم الحاج؟ يبقى انا دلوقتي عرفت ان aufmachen يفتح وzumachen يقفل. نيجي الناحيه الثانيه، anmachen معناه ايه؟ معناه يفتح، او ممكن نترجمها بمعنى يشغل، وعكسها في المعنى ausmachen بمعنى يقفل، او ممكن نترجمها بمعنى يطفي. طب انا افرق بينهم ازاي في الامتحان وامتى استخدمهم؟ صلي على النبي. auf und zu يفتح ويقفل، بس اي حاجه ملهاش بالبلدي اهو علاقه بالكهرباء. لو انا بتكلم معاك دلوقتي، بسم الله الكلام راح فين؟ اي حاجه ملهاش علاقه بالكهرباء. تقول لي يعني ايه؟ صلي على النبي. دلوقتي حضرتك جيت بتكلم معاك على فينستر، فينستر يعني شباك، بقول لك افتح الشباك، ليه علاقه بالكهرباء ولا لا؟ يبقى aufmachen. طب اقفل الشباك يبقى zumachen. يبقى كلمه فينستر دي كلمه ملهاش علاقه بالكهرباء. كلمه مثلا زي كلمه بوخ، الكتاب، افتح الكتاب aufmachen، اقفل الكتاب zumachen. رحت عند دكتور اسنان قال لك افتح بقك يبقى aufmachen، اقفل بقك zumachen. يبقى انت كده عرفت المعلومه auf und zu مع حاجات ملهاش علاقه بالكهرباء. انما الحاجه لو ليها علاقه بالكهرباء اهو، لو ليها علاقة بالكهرباء نعمل ايه؟ عندي تعبيرين تانيين، يا اما ان يا اما اوس. ان ماخن واوس ماخن، يبقى انت احفظهم كده. اوف تسو حاجات ملهاش علاقه بالكهرباء، ان اوس حاجات ليها علاقه بالكهرباء زي كلمه لامبه افتح النور، ان ماخن اقفل النور، اوس ماخن ليش الضوء او النور برضو، ان ماخن. اوس ماخن كمبيوتر كهرباء يبقى ان ماخن واوس ماخن. هاندي، هاندي يعني التليفون، التليفون كهرباء. اه يا جماعه التليفون ليه علاقه بالكهرباء، ما مش بيتشحن كله دوائر كهربيه، يبقى ان ماخن واوس ماخن. طالما الحاجه ليها علاقه بالكهرباء ان واوس، حاجات مالهاش علاقه بالكهرباء او فوتسو. ملحوظه عندي كلمه اسمها سيجاريت. كلمة السيجاريت واضحة من معناها اللي هي سجاير. ملحوظة لازم تعرفها، لو أنا جيت في امتحان قلت لك لو سمحت عايز أولع سيجارة، استخدم المقطع اللي اسمه أن، اسمع من أخوك. أن ماخن برضو معناها يولع سيجارة. لو قلت لك اطفي السيجارة اسمها أوس ماخن. فخد بالك من التعبير ده عشان مهم جدا جدا جدا. ودي كانت آخر جزئية معانا في الأفعال بنتكلم عليها. يلا بينا نروح على آخر كام كلمة معانا والفيديو بتاعنا ينتهي بإذن الله. اخر جزئيه معانا في الكلمات اللي قلت لك عليها اللي هي الفرشادنس، اللي هي كلمات يعتبر ميكس. ركز معايا كده، الكلمات دي بتفرق معايا في معاني الجمل. عندي كلمه اسمها ابر يعني لكن، وكلمه اسمها الاين يعني لوحده او بمفرده، انما لو احنا مع بعض اسمها تسوزامن. وعندي كلمه اسمها ليكر بنستخدمها لو بنتكلم على حاجه فيها اكل او شرب معنى لذيذ. وكلمه دان او داناخ، داناخ معناها فيما بعد، بعد ذلك. وكلمه اسمها درينجند يعني عاجل او ضروري او امر حتمي. وعندي كلمه اسمها سايت يعني حاليا او في الوقت الحالي. zum Glück يعني لحسن الحظ. وعندي كلمة اسمها sehr زي sehr gut يعني جيد جدا. وكلمة اسمها نور يعني فقط. وعندي كلمة اسمها zuerst يعني في البداية أو أولا. نيجي للعمود اللي في النص، عندي كلمة اسمها spät يعني متأخر. كلمة اسمها früh يعني مبكرا أو بدري. كلمة اسمها noch معناها ما زال يعني لسه. كلمة اسمها auch يعني كمان يعني أيضا. كلمة viertel يعني ربع زي viertelstunde ربع ساعة. كلمة اسمها هالب يعني نصف زي halbe Stunde نص ساعة. كلمة اسمها leider للأسف. كلمة اسمها heute يعني النهاردة أو اليوم. وكلمة اسمها hoffentlich يعني أملا فيه يعني أتمنى. وكلمة اسمها فاشتش يعني مهم. وكلمة اسمها deshalb يعني لذلك. آخر عمود معانا كلمة اسمها letzt، والكلمة دي بتعبر عن الماضي يعني حاجة فاتت، زي مثلا بقول لك إيه letzte Woche، يعني أسبوع يبقى الأسبوع اللي فات. letzten Monat
مناط يعني شهر، يبقى الشهر اللي فات. كلمة اسمها نيكست، نيكست بتعبر عن القادم. نيكست فوخه يبقى الاسبوع الجاي. نيكست مناط يبقى الشهر الجاي، وهكذا. كلمة اسمها جيستر يعني امس يعني امبارح. كلمة دان بعد ذلك او ثم. كلمة دورت يعني هناك. كلمة فيدار يعني مرة اخرى، مرة تانية. كلمة اسمها يتست، يتست يعني الان يعني دلوقتي. ناتورليش، ناتورليش يعني بالطبع. يدن تاج يعني كل يوم، يدن تاج. وعندي كلمة اسمها مانشمال يعني احيانا. وكلمة من معناها المرء او الفرد او الانسان، من. خد بالك ان انا عندي كلمة تانية كده اسمها من برضو بالشكل ده، دي معناها الرجل، دي معناها الانسان او المرء. وبكده احنا خلصنا كل الكلمات المهمة اللي عندنا. يا رب تكون استفدت منها يا صديقي العزيز. ما تفكرش ان الكلمات دي كتير، ده جزء من بحر كلمات، والكلمات دي هي اللي هتفيدك في الامتحان باذن الله. ما تنسناش بدعوة حلوة وطمنا عليك بعد الامتحان، وانتظر ان شاء الله فيديو مهم جدا 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 نحل لك فيه النموذج الاسترشادي قبل الامتحان. اشوفك على خير، سلام.